لقد خاطب الله عز وجل هؤلاء الذين تمسكوا بهذه العبادة، الذين تمسكوا بعبادة الصوم وفريضة الصوم بأحب الأسماء إليهم وبأحب الصفات إلى قلوبهم. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. إي والله، ما أجمل هذا الوصف وما أعظم هذا النداء من الرب الرحيم الودود سبحانه جل وعلا. اعلم أيها الحبيب أن الصيام سبب من أسباب حسن الخاتمة. إي والله، الصيام سبب من أسباب حسن الخاتمة. انظر إلى هؤلاء الذين تمسكوا بهذه العبادة وهم في هذه الدنيا، كيف كانت موتتهم عباد الله، وكيف كانت هذه السكرات. يا الله، يقول أبو بكر النيسابوري: حضرت وفاة إبراهيم بن هانئ وهو في السكرات، ثم نظر إلى ابنه إسحاق، ثم نادى على إسحاق وقال له: يا إسحاق، ارفع الستر، ارفع الستور. ثم قال له: يا إسحاق، والله إني عطشان، والله إني عطشان. ثم ذهب إسحاق لكي يأتي بالماء إلى أبيه وهو يحتضر، وهو في السكرات. انظر ماذا قال له هذا الرجل وهو يودع هذه الدنيا بأسرها. قال له: يا إسحاق، هل غربت الشمس؟ هل رفع أذان المغرب؟ قال له: لا يا أبتي. فقال: رده عني. ثم قال قول الله تبارك وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم شهق شهقة ففاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى. هكذا هم الذين تمسكوا بهذه العبادة في الدنيا فماتوا على هذه الطاعة وماتوا على هذه العبادة. انظر إلى تلك العابدة الزاهدة نفيسة بنت الحسن، كانت حافظة لكتاب الله، كانت تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، كانت تصوم يوما وتفطر يوما، كانت تدعو الله تبارك وتعالى ألا يميتها إلا وهي صائمة. فلما جاء الأجل ولما جاء الوقت التي تموت فيه، جاءت هذه المرأة وهي على فراش الموت، فقالوا لها: إنك مريضة، إنك مريضة، وقد عذرك الله تبارك وتعالى. فقالوا لها: فلنأتي إليك بالطعام والشراب. قالت: وعجباه وعجباه، فوالله منذ 30 عاما وأنا أدعو الله تبارك وتعالى لهذه اللحظة أن أفارق الحياة وأنا صائمة. ثم فاضت روحها إلى الله تبارك وتعالى وهي صائمة. كان عبد الرحمن بن الأسود يبكي وهو على فراش الموت، فلما سألوه: لماذا تبكي؟ فقال: أبكي أن يصلي المصلون ولست فيهم، وأن يصوم الصائمون ولست فيهم. لقد أحرق الصوم لسانه. يا الله، أين نحن من هؤلاء عباد الله؟ إنها عبادة عظيمة لمن أحبها في هذه الدنيا، فليستبشر بهذه العبادة وهو على فراش الموت.